السلام عليكم. ازيكم حبايب قلبي؟ النهارده هنعمل الزلابية بطريقة سهلة وبسيطة جدا، ومقاديرها موجودة في كل بيت. مش هتكلفكم حاجة، وحلويات سريعة ممكن نعملها بسرعة. مقادير بسيطة. شايفين جميلة ازاي وشكلها جميل؟ هديها صوص شوكولاتة واي صوصات انتوا عايزين تدوها لها. شايفين جمالها؟ الله على جمالها. هندلعها شوية كده بالصوصات، وهندي دي صوص فانيليا، صوص شوكولاتة أبيض. طريقة برضو بسيطة وسهلة. الصوصات دي برضو مقاديرها بسيطة. شايفين جمالها؟ جميلة جدا. ممكن ندي دي بقى اللي هي نسيت برضو السادة، في ناس ما بتحبش الصوصات، نديها سوداني مجروش، وممكن أي مكسرات نديها برضو كده، ندلعها شوية. طريقة بسيطة وسهلة، عملنا حاجة جميلة. يلا بينا نشوف المقادير ونشوف عملناها ازاي. ويا رب الفيديو يعجبكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك. يلا بينا المقادير واحنا شغالين. هنا 4 كوبايات دقيق، طبعا المعيار كله بمج واحد معايا. نص كوباية نشا، هنحط كله على بعضه. معلقتين شربات تقيل، معلقتين زيت، معلقة كبيرة، نص معلقة كبيرة بيكنج باودر. الخميرة، طبعا الخميرة انا عاملاها كده. انا حطيت ربع مج ميه وكيس خميره ومعلقه سكر، وركنته ربع ساعه خمر كده. هبقى اوريكم طريقتها بعد كده. خميره كمان هنفضيها ده عشان يخمر بسرعه، عشان تخمر بسرعه ما تاخدش مننا وقت. الخميره كوبايتين ميه دافيه، برضه احط الميه، وممكن يحتاج ميه تاني وممكن ما يحتاجش على حسب. مش هحط المج التاني مره واحده، هسيب ربع كده، ممكن احتاجه ممكن ما احتاجوش. وهعجن كده على طول. هي عجينتها سهله وما بتاخدش وقت. اهم حاجه طول ما احنا بنيجي نعمل كده، نجيب كله ببعضه كده. هحط ربع المج الميه اللي باقي. لازم انا اعملها كده عشان يبقى فيها عرق. كده العجينه خلصت، هي ما احتاجتش ميه تاني. كوبايتين بالظبط. هي لازم تبقى كده، لازم تكون عجينه فيها عرق كده وبتلزق في الايد قوي كده، وتفضلي تعجنيها تعملي كده. عجينتها كلها كده. ممكن تعمليها بمضرب كهرباء، ممكن تعمليها بمضرب يدوي، بس انا بفضل اعجنها بايدي، اسرع واسهل. هي كده، ده سمك العجينه. انا كده خلاص خلصتها. هغطيها واسيبها تخمر وهوريكم شكلها بعد ما تخمر. شكل العجينه بعد ما خمرت. يا رب تكون باينه لكم في الصوره. شايفين الفقاقيع دي الخميره؟ شايفين العجينه زادت الضعف ازاي؟ خمره جدا. عشان كده انا هقوم كده مهبطاها كده قبل ما اشتغل فيها على طول. بس كده هشتغل على طول كده فيها عشان يبقى قلبها مفرغ وفاضي. اجيب طاسة افضي فيها زيت، ولازم زيت كتير. كده انا حطيت الزيت يسخن. ده الزيت اللي هعمل بيه. دي المعلقة وده الزيت. هحط المعلقة في الزيت وبعدين احطها في العجينة. بوريكم الشكل. الزيت انا مش عايزاه يقدح، انا عايزاه يسخن بس. هنجيب كده، بصوا هنجيبها بين ايدينا كده. هنجيب كده، نجيب المعلقة المنعطة زيت. بصوا كده، سهلة جدا.
صباعي كمان زيت عشان بنزل بيه كمان. اعمل لكم كمان اهو، سهله جدا متاخدش دقايق، وممكن تعملوها بإزازة بس هي الايد اسهل برضو. بص في ايدي كده بجيب العجينه كده واضغط كده بالمعلقه كده واحطها كده كمان اهي على طرف المعلقه كده، ناقص المعلقه دي اهو. بس الفكره بسيطه جدا وهي بتكبر بتزيد. انا عاملاها معلقه صغيره ومصغراها بس هي ما شاء الله العجينه دي بتزيد. نعمل تاني ونفضل نعمل كده لما نعمل الكميه كلها اهو. هوريكم بقى الكميه كلها ونشوف شكلها. شايفين كده ابتدت تستوي، انا عاملاها على نار وسط عشان عايزاها تبقى مرمشه وحلوه كده. انا هقليها اول مره، دي اول هقليها نص قليه. بص هطلعها كده، هطلعها كده وبعدين ابقى ارجعها تاني الزيت تاني عشان تبقى مقرمشه وحلوه. اصفر بس واخرجها من الزيت واسيبها عبال ما اعمل الكميه كلها. تكون الاولانيه اللي طلعتها دي بردت، لما تبرد هرجعها الزيت تاني بقليها على مرتين كده. خلاص خلصت الكميه كده. شايفين شكلها يا رب تكون واضحه. هسيبها بقى دي تبرد واقلي باقي العجينه وبعدين اوريكم شكلها لما اجي ارجعها الزيت تاني. دلوقتي هنقليها بعد ما خلصت كل الكميه، هقليها المره التانيه. شايفين شكلها، ننزلها في الزيت تاني. كنت قليتها اول مره نص قليه، دلوقتي هننزلها. دي بقى المرحله الاخيره، حمرها بقى قوي وبتنشف. شايفين ما شاء الله جميله ازاي. شايفين شكلها ابتدت تحمر. انا دلوقتي معليه عليها النار، ابتدت تحمر. ههدي بقى خليها نار وسط. تاخد اللون الذهبي الحلو الذهبي الغامق. اللي بيديها بقى اللون الحلو ده ايه؟ معلقتين الشربات التقيل اللي انا حطيتهم في العجين، ده اللي بيخديها اللون الاحمر الحلو ده. شايفين كده؟ خلاص احمرت. هخرجها على طول في شربات تقيل على طول كده. اخرجها على الشربات على طول. خلطتها كلها، اقلبها كويس في الشربات. شايفين شربتها تقيل قوي ازاي؟ لازم وهي سخنه على طول احطها في الشربات. شربات بارد، ممكن تعمليه قبلها بيوم، ممكن تعمليه يومها بس تعمليه قبلها بدري يبقى بارد قوي. انا مش حاطاه في التلاجة بس انا سبته بارد قوي. بس شايفين طريقه بسيطه وسهله ازاي؟ حاجه حلوه ومش مكلفه كتير وتعمليها في البيت، متاحه في اي وقت. عايزه تعملي حاجه حلوه وما شاء الله بتزيد بترمي كتير قوي. شايفين الجمال وشكلها جميل ازاي؟ يا رب الفيديو يكون عجبكم. يلا سلام عليكم.